غنعطي البشره ديالي واحد الحركات اللي زوينين اللي غيخليو ليا البشره زوينه ومجبده وعندها واحد اللمعه زوينه. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه مزيانه؟ احوالكم بخير؟ كنتمنىكم دائما تكونوا بأتم الصحه والعافيه. واحد الوصفه اللي زوينه بزاف زوينه بزاف، واقوى فيتامين للبشره، اقوى فيتامين اللي كيخلي البشره ديالك ديما كتلمع، تيخلي المسامات ديالك مجموعين، تيقلل من حده التجاعيد اللي كانوا عندك. التجاعيد دوك التجاعيد الدقيقه اللي تيكونوا عندك كيترمموا مع الايام ومع الوقت مع لي ماساج اللي كنقول لك. شوفوا، راهي احسن وصفه واحسن علاج هما الوصفات الطبيعيه. راه غدوروا حتى تعياو ترجعوا للوصفات الطبيعيه، سورتو ديال الهام بيوتي. ديما كنعطيكم شي حاجه زوينه. راه ساهل باش نمشي نشري، ناخذ كريم وناخذ واحد لاكام ونعطيها للبنيات الصغار اللي هما اصلا باقيين صغار، ما يمكنش يكونوا فيهم التجاعيد، وندير عليهم تجربه. نتوما كونوا ذكيين شويه. يعطيكم شي مرا كبيره قدي 50 سنه 54 باينين فيها التجاعيد، اولا عندها السن ديال التجاعيد، ونجربوا في دوك الوصفات ونجربوا في دوك لي كريم اللي كيتباعوا. شوفوا، راه غدوروا حتى تعياو وترجعوا عندي. المهم الوصفه ديال اليوم اللي تنقول لكم ديما نور زوينه. كيتلقاو معايا ناس: اختي دخلت عليك بالله اش كدير وجهك؟ اختي بلا ما تدخلي عليا بالله، اي حاجه كنديرها كنعطيها لك. بحال دابا هاد الوصفه ديال اليوم، هاد البيضه كانت في الثلاجه، عرفتي بارده، جبتها من الثلاجه بارده، كنهرسها، كناخذ غير البياض ديالها، كنخدمو مزيان حتى كنصوب بواحد الوصفه اللي زوينه اللي غنشاركها معاك ان شاء الله دابا وغتشوفيها دابا. وصفات: خدي لي غير البياض ديال البيضه، وصفه احسن علاج للبشره ديالك، كيسد المسام وكيقلل من حده التجاعيد، كيحمي البشره ديالنا من الاكسده. زوين بزاف البيض، ما كاينش احسن منه. الا جاتك ريحه البيض ولا ما كتبغيش ريحه البيض باش ديريها في البشره ديالك، ديما ديري فيها معلقه صغيره ديال الكاكاو ولا معلقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان. اختاري اي نوع ديال القهوه. المهم كناخذ شويه البيض، البياض البيض كنطربو مزيان. الناس اللي كيسولوني على التجاعيد اللي تيكونوا هنايا ديال الابتسامه، اختي انت قلتيها بفمك ديال الابتسامه، هادي شي حاجه اللي زوينه. راه لاج ديالنا راه عادي يكون فيه شويه ديال التجاعيد، غير اللي خايب هو انني نخلي البشره ديالي ديما ناشفه، نخلي البشره ديالي ديما واكله معرضه للشمس حتى كيضيع عندنا الكولاجين. هذا هو اللي صعيب فيها باش كيجيوني تجاعيد مبكره. اما لا كبرتي وصلتي ل 56 58 سنه او ل 66 سنه، اللهم بارك، علاش لا، وفيك غير هاد الخطوط ديال الابتسامه، وعندك خطوط هنايا شويه ديال التجاعيد، غير شويه ديال الابتسامه، علاش لا؟ هادو هما ديال الضحكه. اما حسن هادو يكونوا فيك، ولا التغوبيشه اللي كتكون عندك هنا ديال التغوبيشه. كاين بعض العيالات تيكون لهم مغوبشين تتكون عندهم هنا ديال التغوبيشه. اما حسن راه هادو هما اللي خصهم يحاربوها بزاف. اما هنا ولا هنا راه خصك تكوني فخوره، كوني فخوره ان فيك شويه ديال التجاعيد ديك البلاصه. تكونيش اختي معقده من شي حاجه، ما تعقديش مع ايلان بيوتي لا للعقل. ضحكي وابتسمي مع راسك وديري وصفات طبيعيه. حنا اختي ديما مع الطبيعه، الله يخلينا في طبيعتنا. المهم البنات، ها نتوما طربت هذا البيض شوفوا كي ولا طلع البياض ديالو ولا بحال البياض ديال الثلج. الوصفه ديالي فيها جوج المكونات فقط، جوج المكونات، والثالث غندير به ماساج اللي غيعجبكم. هو اللي تيخلي البشره ديالي ديما الحمد لله مجبده، كتبان لكم مجبده، تيبان لكم تجاعيد ما كاينينش، تيبان لكم بزاف الحوايج. العلامات ديال تقدم السن الى جاونا من بعد 55 سنه او 56 سنه او 60 سنه، فراه ما تنقولوش هذاك الانسان راه فيه تجاعيد، بالعكس تنقول راه الوجيه ديالو زوين ما فيهش تجاعيد. حيت خايبه التجاعيد ملي تيكونوا في البنيات ديال 34 سنه 35 سنه، هي اصلا ما خصوش يكونوا فيها التجاعيد وتلقاوهم فيها. المهم هاد العسل خليه انا غير الوصفات. المهم انا اختي درت البيض درت معاه معلقه صغيره ما عمرش ديال العسل الحر، غنبقى نخدمها بحال هكا. العسل بطبيعه الحال العسل يكون طبيعي، راه تنقول الحر، غير ما يكونش داك العسل اللي زعما ماشي طبيعي، ماشي قصدت الحر، غير العسل ديال النحل. حيت كاين العسل ديال النحل ديال السكر، وكاين العسل ديال النحل ديال الاعشاب. كان ديال السكر كان احسن، تيكون خفيف على البشره، ما كيديرش تهيجات البشره. هنا غنبقى نضربو بحال هكا، وتشوفي البشره ديالك كيفاش غتولي اختي منوره وفيها واحد التجبيده، وديك اللمعه اللي كتبقاو ديما تسولوا عليه. هنا البنات شوفوا كيفاش ولا اللون ديالو تغير، خدا اللون ديال العسل، البيض خدا اللون ديال العسل. دابا حبيبه ديالي غندوز نابليكي على البشره ديالي. بزاف منكم تيسولوني: اختي عندك
كنشوفوا عندك واحد اللمعه في البشره ديالك، عندك واحد اللمعه. اختي انا راه ما كنفوتش ليكرون، انا راه ندير درت البشره ديالي كندير ليكرون فقط. ليكرون كتاخدي واحد لابغوص بحال هادي وكتبقاي تابليكي على البشره ديالك بحال هكا. بطبيعه الحال خبي الحويجات ديالك باش ما يعمروش في البيض، وبقاي تحطي على البشره ديالك بحال هكا. من اقوى الوصفات ضد التجاعيد على البشره، من اقوى الوصفات. ما تيخليش المسامات محلولين، تيجمع المسامات البشره. العسل كنعرفوا حنا كيكمد البشره. بطبيعه الحال تكون البشره ديالك نقيه وتكون ما فيهاش ليكرون، ما فيهاش لي كريم، ما فيهاش حتى شي حاجه. هذا البلات غادي نابليكي على البشره ديالي وغادي نخليه يدوز واحد ثلث ساعه ونعاود نابليكي على البشره ديالي. راه حتى البلات حتى كان شي حبيبه عندكم في البشره راه كتكرم، ماشي مشكل نحطو هكا على هاد البلايص قراب. راه حتى الا عندك شي حبيبات مخلق في البشره ديالك تيكرموا. دابا غادي نخليها البنات واحد ثلث ساعه وانا نتكيها بحال هكا باش كيشد ليا البشره ديالي وكيغدي البشره ديالي. وعاوتاني ملي كتكمل ثلث ساعه كنعاود نهز ثاني شويه وكنعاود نابليكي على البشره ديالي حتى كيكرم مزيان. وكنغسل البشره ديالي مزيان، كنغسلها بطبيعه الحال ميه سخونه عاد ميه بارده. كنعاود نابليكيها مره ولا جوج ولا لا عندي الوقت نديرها حتى 3 المرات حتى يكرم البشره ديالي تكرم مزيان. كنفزق يدي بميها، كنحط على الوجه ديالي، كنفزق على الميها ونحط على الوجهيه ديالي، عاد كنبدا نغسل الوجهيه ديالي بطبيعه الحال. وملي نغسل الوجه ديالي تكمل هاد الوقيته نغسل وجهي غادي نوريكم باش كندير المساج للبشره ديالي باش البشره ديالك تبقى مجبده وما تيكونش فيها التجاعيد. ودابا البنات من بعد ما غسلت الوجهيه ديالي بميها دافيه وعاودتو بميها بارده غادي ندير داك المساج اللي تيعجبني بالزويته ديالي المعروفه المعهوده اللي كلكم ما يمكنش ما تكونش عند شي وحده. راه ما شاء الله ما كاينش اللي ما خداش من عندي، راه الحمد لله الحمد لله الحمد لله. حتى الزويته ديالي هي باقا عندي ما كنفرطش فيها، واخا القرعه مختلفه. المهم البنات كندير قطيره هنا واختي كندير المساج للبشره ديالي بالزويته ديالي ديال التجاعيد اللي كنحمي بها البشره ديالي. اول حاجه، ثاني حاجه كنغذي بها البشره ديالي في نفس الوقت كتحيد لي التجاعيد من البشره ديالي، كتحمي لي البشره ديالي. كنعرف كيفاش نتعامل معها في هذا الصيف. كندير مساج خفيف، كندير بها مساج خفيفه البنات، كنشط بها الدوره الدمويه للبشره ديالي. انا حاجه وحده تنقولها دائما، ما كاينش ما احسن من الزيوت الطبيعيه، هي اللي كتعيش في البشره، هي اللي كترمم لنا البشره ديالنا، هي اللي كتسرح لنا دوك العروق ديال البشره ديالنا. الطبقه الاخيره في البشره ديالنا كتغذى من داك الزيوت وكتعيش لداخل. غير تعرفي تعيشي معاها في هذا الجو اللي تكون الشميشه. بقاي ديريها مثلا مره في 3 ايام، مره في يومين، مره كديريها في البشره ديالك وكتغسلي وجهك بصويبينه مع الصباح. ملي كديريها تغسلي وجهك بصويبينه. دابا العشيه هذه الجو ما كايناش فيه الشميشه، غنغدي البشره ديالي، ما غاديش ندخل نطيب في الكوزينه. بطبيعه الحال ندير حركات هكا دائريه، كنعطي البشره ديالي واحد الحركات اللي زوينين اللي غيخليو ليا البشره زوينه ومجبده وعندها واحد اللمعه زوينه. البشره ديالك كتكون مغديه بديك الزويته ما شاء الله. يا البنات اللي خداتها تنقول لها بالصحه والراحه. والناس اللي باقا عندهم وقالوا لي يا اختي الهام راه فيها غير نص وراه بقات عندي عام، تبقى عندك عام على قدو. راه كيديوها عندي الناس ديال اوروبا كتبقى عندهم، كاين اللي كتبقى عنده عام ونص، عام ما كيوقع لها حتى شي حاجه. خليها غير على برا، ماشي ضروري ديرها في الثلاجه. راه ما شاء الله راه روعه، راه روعه يا اختي. راه الجمال بعينيه، الجمال بام عينيه. هادشي اللي كاين البنات. اللي عجباتها الوصفات تخلي لي في كومونتير، تخلي لي واحد الكومونتير يا اختي. لا شكرا، تنساونيش من البصيمه، كنموت عليكم كنحماق عليكم. وتحياتي ليكم والوصفه جديده ان شاء الله.